ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيد. شفت الصينيه القمر دي يا بنات؟ كده معموله كده من مكونات بسيطه خالص وشويه فراخ كده، يعني عندك شويه صدور كده دلعي نفسك بيهم. مش هقولك بقى مكونات كتير. يلا ادخلي اتفرجي على الفيديو وحطي لي لايك وكومنت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا بالزيت ونقلت الصينيه بتاعتي حلو، والصلصه بتاعتي مفيش فيها ماده دهنيه فانا كترت الزيت هنا. حابه تحط سمنه انتوا براحتك. غسلت الرز بتاعي وهنزل على طول. انزلي بقى لوح الرز بتاعك كله كده، شربيه من الزيت بتاعه او من الماده الدهنيه بتاعته زي ما انت حابه. هنا انا عملت الصلصه بتاعتي برده ما حطيتش فيها ماده دهنيه خالص يا بنات، زي ما انا موريكم عامله الصلصه قبل كده. ومعايا هنا ايه؟ معايا كزبره وكمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، وبهارات المحشي، وواحده مرقه دجاج. تمام. وهنا برده خرطت البقدونس والشبت بتاعي والكزبره على بعض، وهنا فرمت البصله اهي ونعمتها خالص. واحلى حاجه في البصل يا بنات بتاع المحشي ان هو يبقى ناعم بالشكل ده كده، وما تحطوهوش دلوقتي. يعني انا ما حطيتش في الصلصه بصل. حطيت يا بنات هنا برده خرطت جزر وبصل عشان احطهم في ارضيه الحل. ومعايا هنا شرايح فراخ اهي هحطها برده في ارضيه الحل تستوى كده مع المحشي. بتطلع حاجه خطيره جدا يا بنات. اول مره اعمل وصفه المحشي دي معاكم، بس بجد اللي يجربها بالطريقه دي هتبقى تحفه ان شاء الله. فجربوا يعني وانتش خسرانين حاجه. اهم حاجه الرز يتشرب من الخلطه بتاعته كويس، من الزيت بتاعه كويس، عشان يطلع المحشي معاكم مفرفر كده، مش معجن ولا حبايه لازقه في الثانيه ولا اي حاجه من دي. حطيت شويه من الزيت في الارضيه بتاع الحله وانزل ابدا بالجزر كده، رصيه كده واحده ورا الثانيه، عشان ايه؟ ما يبقاش صابع نازل وصابع طالع. صابع يشرب الخلطه كويس او الشوربه بتاعته كويس والصابع التاني لا. فتحاولي ترصي الحله بتاعتك مظبوط. بنزل بالجزر الاول، ارصه الاول، وبعد كده ايه؟ هحط عليه شرايح البصل. حابه تحط طماطم بقى، فلفل، اي حاجه من دي انتوا براحتك. فتحي بقى البصل بتاعك كده. كده انزل يا حبايب قلبي بالبهارات. وشوفوا بقى رصه الحله هنا اهي زي المسطره ما شاء الله. وبقى ننزل ببقيه الحاجات بتاعتنا عشان احنا الرز بتاعنا ما شاء الله مبقاش محتاج اي حاجه. هطفي عليه بقى خالص النار. اشربه بس من الخلطه بتاعته دي، البهارات بتاعته كلها. وهنا هنزل بفصين 3 من الثوم اختياري برضو. وقلبي، اهم حاجه التقليب. هظبط الملح بتاعي عشان ما حطيتش ملح خالص. شايفين شكل الرز بقى عامل ازاي يا بنات؟ اهو ما شاء الله تبارك الله، عسل حاجه كده تفتح نفسكم. زي وقت كميه البصل كلها على الرز. البصل هنا يا بنات بيخلي طعم المحشي مسكر وجميل جدا، يبقى تحفه. وقلبي بقى يا قمر، وتعالي شم الروايح القمر. ننزل بقى الصلصه بتاعتنا يا حلوين. طبعا حبيت اجهز كل حاجه، ما اعملش معاكم كل حاجه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، عشان الناس اللي بتسمع الفيديو من بره طبعا وايه ما تبقاش لا حاطه لايك ولا حاطه اي حاجه. ادخلي يا حبيبه قلبي الفيديو حلو، هتستفيدي منه كتير ان شاء الله. والطماطم بتاعتي عشان حمرا، شايفين يا بنات اول ما حطيت على الرز عملت ازاي. وهحتاج برده هنا كمان شويه زيت عشان الزيت بتاعه حاسه ان هو قليل. شايفين حطيت هنا الشبت الخضره يا بنات اللي انا عاملاها، قلت له تقليبه على السريع. انا حابه اقول لكم ان انا ولعت البوتاجاز تاني يا بنات، عشان لقيت حبيت ايه برده ان البصل ياخد من ريحه النار شويه. ولعت عليه البوتاجاز تاني اهو. بس كده طبعا ما شاء الله وريحته طالعه خطيره. هنزل دلوقتي بالفراخ بتاعتي
بالزور كده فراخ يا بنات، حابين تحطوها حطوها، مش حابين خلاص، بس هي بتدي طعم حلو قوي للمحشي وبتطلع بصراحه فظيعه. وانا هنا برضه حطيت الفراخ بتاعتي يا بنات، نسيت اقول لكم عليها، ما شاء الله تبارك الله بتتسلق اهي. طبعا حطيت لها ورق لورا وحبهان وكباب صيني ومستكه وحاجات من دي وسبتها تتعمل. وهنزل بقى الخلطه بتاعتي واقعد احشي بقى براحتي كده، وارجع معاكم تاني بقى ايه بعد ما اخلص باذن الله. شفتوا بقى يا حلوين ما شاء الله، ترصي كده كل الورق الاخضر بتاعك تخليه تحت، ما تخليش ورق اخضر فوق. تمام زي ما انت شايفه كده يا حبيبه قلبي، اي ورق اخضر معايا بخليه في الحله من تحت، من ناحيه بيستحمل الحراره ومن ناحيه ترصي كده يا حبيبتي واحده ورا واحده. وايه ما شاء الله ربنا يا رب يملى بيوت المسلمين بركه وعمار يا رب بحق هذا يوم الجمعه، واشفي ولادنا وولاد المسلمين، ونجح بناتنا وبنات المسلمين يا رب، اللهم امين. ولادنا وولاد المسلمين جميعا. ادعوا يا جماعه لكل الناس اللي عندهم اولاد كده بيمتحنوا، ربنا يكون معاهم يا رب وينجح لهم ولادهم يا رب هم وكل المسلمين. خلاص يا حبايب قلب المحشي اهو، بسم الله. بس ايه بقى يا قمر بالشوربه القمر دي كده اهو، دي شوربه من بتاعه الفراخ بس انا حطيتها هنا مكان ايه الصلصه، وظبطت الملح بتاعها. وشرايح البصل دي يا بنات كانت عندي متقطعه، فقلت ايه اما احطها فوق الوش بتاع المحشي كده، بتدي ريحه وبتدي طعم حلو قوي برضه. غطي المحشي ما يبقاش باين منه حاجه برضه، تحاولي تغطيه كده كله بالشوربه. ما شاء الله المحشي عامل ازاي وريحته تحفه يا بنات، خطير خطير خطير. يلا بينا بقى نقلبه ونطفي عليه النار ونقلبه، يلا على طول. بسم الله توكلنا على الله. بس اللحمه ده ايوه تعالوا بقى شوفوا الجمال ما شاء الله. طلعي بقى كل اللحمه بتاعتك كده رصيها، تحفه يا بنات ما شاء الله، تحفه يا بنات. اللي ما جربهاش يجربها باذن الله، تحفه والله العظيم. لو عامله عزومه كده وحطيتيها طبعا هتشرفك قدام ضيوف. طلع بقى ما نسيب. شوفوا المحشي يا بنات، شايفين شكله عامل ازاي ما شاء الله. شايفين الفراخ تحفه 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 تحفه. تحبي تدوقي القب؟ اما خلاص بس ما يبرد شويه. يبرد طبعا ندوق احنا بقى. بالنسبه بقى ان انا هقدمها زي ما هي، هحط بقيه اللحمه اللي عندي اهي، دي اللحمه اللي انا عملت منها برضو الشوربه، هحطها زي ما هي كده اهي ما شاء الله. تعالوا بقى يا حبايب قلبي اتفرجوا على الجمال وعلى الحلاوه وعلى المحشي التحفه بتاعنا الخطير. قمر يا بنات قمر، اعمليها كده وعندك عزومه حطها في نص السفره هتلاقيهم كلهم اتحولوا عليه. الصراحه تسلم ايدي. تسلمي لي يا قلبي. متنسوناش بقى في لايك اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.